اسمه الفيل الأزرق، وسعيدة جدا بتكريم الأستاذ عادل. أكيد فرحانين جدا جدا إن أول فيلم مصري بيشارك في مهرجان بحجم مهرجان مراكش. أكيد فرحان جدا كفنان مصري، وفرحتنا كبيرة جدا 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 كمان بسبب تكريم ووصولا إلى آخر الإبداعات. فمثلا بالنسبة لطلبة مراكش، بالنسبة للمتفرج العادي السينيفيلي، أظن إذا تابع ان احنا نتفرج عليها فحاجه جيده جدا. أحضر في هذا المهرجان الرائع لأقدم الفيلم الذي أشارك فيه آخر ان احنا نتفرج عليها فحاجه جيده جدا. أحضر في هذا المهرجان الرائع لأقدم الفيلم الذي أشارك فيه آخر ضربة بالمطرقة، الفيلم الثاني للمخرج أليكس دولابورت. قصة الفيلم تتمحور حول الأمل، وأنا سعيدة بوجودي هنا. وجمهور مدينة مراكش ومنذ 14 سنة منذ انطلاق هذه التظاهرة السينمائية العالمية يتطلع إلى أن يحقق هذا المهرجان المزيد من الإشعاع والتقدم للسينما المغربية. روبورتاج أمين علام، سعيد سريتي، أسد بلال والمهدي العيسي. شرائح وأسماء لامعة في سماء صناعة الفرجة. مهرجان مراكش الدولي وهو يدشن دورته 14 يواصل تألقه كواحدة من التظاهرات الكبرى العالمية.